كيفية إعداد عرض تقديمي ناجح وأهميته في الشغل والدراسة. 1. تحديد الهدف. معرفة الهدف من العرض لضمان توصيل الفكرة بوضوح وبشكل مباشر. حدد هدفك بدقة، سواء كان تعليم، إقناع، أو تبادل معلومات لجعل العرض مركزاً وفعالاً. 2. إعداد المحتوى. جمع المعلومات والبيانات الضرورية التي تدعم موضوع العرض بدقة. ابحث في المصادر الموثوقة، ونسق المعلومات بطريقة تلائم جمهورك ووقت العرض للحصول على تأثير أفضل. 3. تنظيم الأفكار. قسم العرض إلى مقدمة ومحتوى رئيسي وخاتمة واضحة لتسهيل المتابعة. التنظيم يساعد الجمهور على متابعة العرض وفهم الرسالة بشكل أفضل وأكثر وضوحاً. 4. تصميم الشرائح. استخدم أدوات مثل باوربوينت أو كوكل سلايدز مع تصميم بسيط وجذاب. اختر ألواناً مريحة وخطوط واضحة مع توظيف الصور والرسوم لتوضيح الأفكار بشكل جذاب. 5. التدريب على العرض. مارس تقديم العرض عدة مرات لتحسين الأداء وثقتك مع ضبط الوقت. التدريب يقوي ثقتك وينمي التحكم بالصوت واللغة الجسدية أثناء العرض. 6. التفاعل مع الجمهور. استقبل الأسئلة بهدوء وكن مستجيبا لتحقيق تواصل فعال. هذا يعزز من فهم الموضوع ويجعل العرض أكثر حيوية ومشاركة مع الحضور. الخلاصة: اتباع هذه الخطوات يجعل البرزنتيشن أداة قوية في العمل والدراسة لعرض الأفكار بوضوح وجذب اهتمام الجمهور. ابدأ الآن بتطبيق هذه النصائح وأنجح في عروضك التقديمية القادمة.